فقالت له ماريا: أنا متأكدة إني أقدر أكون مساعدتك يا سيد سيو، ومش أنا وبس بل والدي أيضا. عائلة هوسرون ما عندهاش أي حاجة ضد العائلة الإمبراطورية، ومع ذلك إحنا على استعداد لخيانتهم لو كان ده في مصلحتنا. فقالت له: أنت تريد انتقامك صح؟ فقال لها الأمير سيو: الحاجات دي ما ينفعش امرأة زيك إنها تتكلم فيها. فردت ماريا: بالتأكيد الخوف من الخطر هو رد فعل طبيعي، ومع ذلك المفروض الشخص يخاطر بالخطر ولو عاوز يحقق طموحاته. انت بتتعثر عشان تسلك الطريق الصحيح بس. وعلى فكرة في الواقع ان اخذ حياة الامبراطور مش صعبة. كان لسيو شعور ان ماريا صعب الاستغناء عنها، ويعلم الجميع ان جلالته يتعامل بشكل سيء لو كان الامر بيتعلق بالكحول والنساء. وليه ما تستخدمش ده ضده؟ لو كنت مكانك لاستفدت من ميل الامبراطور. فرد سيو وقال لها: جلالته ذكي جدا، عشان كده اغتياله صعب جدا ومش هيكون سهل. هل فكرت في الأمر بالكامل؟ كان سيو في البداية مفكر إن ماريا كانت امرأة جميلة ولكنها غير صديقة، ودلوقتي شايفها مزعجة وماكرة. فردت ماريا بكل صدمة: انت امتى اقترحت انك ترسل قاتل الى غرفة نوم الامبراطور؟ بس على فكرة بيموت الناس الكتيرة بسبب المرض وليس بسبب السموم. ماريا كانت شريرة شوية وكملت وقالت: كتير من المرضى مصابون بمرض الزهري، ومش صعب ان اصابة شخص بالمرض ده دون اي اعراض او معرفة، ومن الافضل لو يموت بسببه. لكن لو خرج من المرض هيكون عايش بيعاني من الاثار والاعراض طول حياته، لان مرض الزهري بيأذي الدماغ البشرية. عشان كده استقرار حياته لو هو عايش مش هتكمل كتير بسبب الاعراض الصعبة. فقال سيو في سره: طريقتها غريبة جدا في التفكير وبتتمتع بعقل استثنائي، والخطة دي ما ينفعش ايقافها. فقالت له ماريا: مكان مقعد الامبراطور القادم مش هيفضى غير لما يحصل حوارات ومشاكل كتيرة. فقال سيو في سره: خطة ماريا منطقية جدا، ولو حصل اي خطر في الخطة هنتراجع منها بامان في اي وقت، وهيكون الامر رائع لو نجحنا وهنستمر في الاستفادة منه. دي خطة مدروسة قوي، بس الخطة دي محدش يقدر يفكر فيها بدون دافع. اكيد في سبب، ممكن ماريا هي اللي وصلت لخطة التخلص منه، لكن أكيد في عقل مدبر حرضها على الفعل ده. فقال لها سيو: سيدة ماريا، اللي قلتيه كله متطور بالنسبة للخطة بتاعتك، ولكن أعتقد إن في شريك تاني خطط معاكي صح؟ فبتبتسم ماريا وقالت له: ممكن يا جلالتك، وبتقول له: سؤالك بيدل إنك جبان جدا. تهربت ماريا من الإجابة على السؤال، لأن اللي زيها مش بيشاركوا أي حد على المعلومات غير لما تكون مفيدة ليهم. سيو من هذا النوع عشان إحساسه بيقوله إن ماريا كده برضه. فكملت ماريا وقالت له: اعتقد ان الاعتراف مش جبن، هي حاجة نفتخر بيها. فقال لها سيو: انت على حق، الخوف هو احد الاولويات عند سيو للبقاء بدل من مواجهة الناس اللي بتعارض، لان سيو فاز في معارك كتيرة جدا بسبب الانتظار والتحرك في الوقت المناسب. كان الامبراطور بيراقب كل تحركات الامير سيو، عشان كده سيو ما عندهوش اي خيار انه غير يفضل صاحي ومركز. سيو كان شايف ان عيون ماريا جميلة جدا شبه السماء الزرقاء الصافية، لكن سيو مش شايف غير عيون انستازيا في باله. سيو مسك قبعة ماريا وقال في سره: انت مخبية العيون الجميلة دي تحت الغطاء. ماريا كانت حادة وعارفة ان هي وراء افعاله، على الرغم من ان سيو مش راجل صعب التعامل معاه. سيو ما عندوش اي حاجة يخسرها في علاقتهم في المرحلة دي، لكن الوحيدة اللي هتخسر هي ماريا لو سابت الفرصة دي تفلت بين ايديها. فقالت له ماريا: انت مش مستعد تبذل مجهودك، ومفيش حاجة اسمها حياة مفيهاش مخاطر زي خطيبتك بالظبط.
انستازيا ما عندهاش اي حاجة تخسرها، عشان كده بقولك ما تقلقش في المخاطر بكل حاجة. اي حد بيتكلم بالسوء على انستازيا بيحس سيو بالغثيان والصداع، اي سبب كان استياء شديد بيتحول لألم جسدي بيخنقه. عشان كده غير سيو الموضوع لانه مش عايز ان ماريا تتكلم عن انستازيا اكتر من كده، فغير الموضوع فقال لها ما عندكيش اتصالات ممكن تشتغل معانا؟ فقالت له للعرش، فقال لها ايوه، فقالت له في بالي 2 دلوقتي، الامير السابع والاميرة ال11. فقال لها طب مين فيهم ممكن يشتغل لصالحنا؟ فقالت له اعتقد الامير السابع لانه اكتر حماقة منها، لكن الاميرة ال11 طموحة جدا وممكن تبقى تهديد لينا طول الخطة. الأمير السابع عنده دايما شعور بالعدوانية لأن والدته من الطبقة أقل منه وتعرضها للاغتيال لما كان طفل، عشان كده أنا متأكدة إنه على استعداد لمصافحة عائلة ريدفورد. كتير بيخطط عشان يستفيد من الأمير السابع لخليفته القذرة، عشان كده أنا متأكدة إنها هتكون البطاقة الرابحة ليك يا جلالتك. فقال سيو في سره انا عندي شعور بالارتياح لما غيرت موضوع انستازيا وماريا ما بقتش تتكلم فيه، اما عن موضوعنا ده شعور ان ماريا ما عندهاش اي شريك متورط في الخطة. اوضحت ماريا انها هتكون مفيدة جدا للامير سيو ورغبتها انها تكون هي الدوكة، فقالت له بالتأكيد ارغب في ده. فقال لها سيو انت مستعدة انك تساعديني في التخلص من الامبراطور للسبب ده بس؟ فقالت له ايوه، لكن ما قلتلكش على حاجة، انا منجذبة لوجهك وجلالتك يا سيو لاني شايفة انك تبكي من الندم. بص سيو دون وعي على البرج الغربي اللي فيه انستازيا لانه حس سيو وكأن انستازيا بتنظر ليه من النافذة تماما زي ما كان علاقة انستازيا وسيرجي معا، ولحسن الحظ ملقاش حد في النافذة. وساعتها بص في حتة تانية، فقالت ماريا في سرها هو بيبص على ايه باليأس ده؟ أم ده مجرد تخيلاتي إن في شخص تاني بيخليه ييأس؟ أنا متأكدة إن مفيش حاجة في باله غير الانتقام من الإمبراطور، لأن مفيش أي حاجة غريبة في السماء. ماريا تتمنى فقط اسم عائلة ريدفورد. فقالت له ماريا جلالتك انت شفت حاجة؟ فغير الموضوع وقال لها انت طلبتي إننا نذهب في موعد الآن. فقالت له أيوة، ماريا طمعانة في أرض ريدفورد بالإضافة اللي هتورثه من والدها في الأصول المالية. وبنروح لأنستازيا وبتسأل الخدم قد إيه المدة اللي بتخطط إنها تقعد هنا، فقالت لها الخادمة إن جلالته سمح ليها إنها تقعد الفترة اللي محتاجاها. فقالت أنستازيا في سرها سمعت إن عندها شعر أشقر لامع وعينان تشبه السماء الزرقاء الصافية. وبكده يكون انتهى الفصل، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.